السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم واحده من ألذ شهيوات سيدنا رمضان. شهيوه سهله اقتصاديه وكتجي بنينه بزاف وكيحماقوا عليها الوليدات الصغار. كتجي خفيفه ما كتقلش على المعده، تقدروا تطيبوها للفطور ولا السحور، لكم الاختيار في ذلك. اذا الشهيوه ديالنا البنات اللي هي الكغاطا بالبيشاميل والدجاج، غادي نحتاجو فيها البنات المقارونيه، هاد الشكل او هاد النوع من المقارونيه اللي فيها تقيبات صغيورين كيف ما كتشوفوا، يعني اللي هي كتكون صغيره مش ديك الكبيره باش تعطينا واحد الكميه وفيره فاش نستعملوها. ثاني حاجه البنات عندنا البطاطا اللي غنستعملوها بطاطا مقليه. ثالث حاجه بصله تكون متوسطه بحال هاد الحجم هذا. واخيرا عندنا طريفات ديال الدجاج اللي غادي نستعملو في الوصفه. دابا ندوزو البنات لطريقه التحضير. اذا كناخذوا المقارونيه كنديروها في الماء غليان كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هذاك الماء البنات درت فيه زيت العود، زيت البلديه، مع شويه ديال المليحه. اذا كنديروا فيه المقارونيه، كنسلقوا المقارونيه في الماء ونحاولوا البنات نحركوها باش ما تلصقش لينا. نحركوها مزيان ونخليوها حتى تطيب حتى تسلق ونحيدوها. اما بخصوص البطاطا فقطعتها طريفات صغيورين كيف ما كتشوفوا في الفيديو، كيف ما غادي نوريكم طريفات صغيورين على هذا الشكل مربعات. غادي نديرها تقلى في الزيت سخونه. من بعد ما كطيب ليا المقارونيه ديالي وكيطيب ليا كتقلى ليا البطاطا كندوز للدجاج. اذا الوغ الدجاج شنو غادي ندير ليه؟ غناخذ ديك البصله اللي شلطتها طريفات صغيورين بهذا الشكل هذا، كنديرها فوق المقله فوق المقيله طيب. وبعد من بعد كنضيف عليها الدجاج ديالي اللي درتو في واحد التتبيله اللي غنشاركها معكم ان شاء الله في فيديو اخر. كنحط الدجاج ديالي يطيب حتى هو، وكنضيف عليه القليل من الزيت، زيت المائده، وكنخليه هادشي كامل يتشحر. التتبيله راه فيها الملحه، فيها الابزار، فيها جميع التوابل البنات. اذا كنحرك هادشي وكنخليه يتشحر، يتحرك يطيب ونرجعوا ان شاء الله. اذا من بعد ما تشحر ليا الدجاج البنات غندوزو لطريقه تحضير البيشاميل. شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الزبده، تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده، اضافه الى تقريبا شويه ديال الزيت. علاش درت الزبده والزيت؟ حيت كاين اللي كيدير غير الزبده بوحدها، انا كنخلط درت الزبده والزيت باش تصدق ليا البيشاميل. هذه الطريقه هي المعتمده من الطرف ديالي، الزبده مع زيت المائده. من بعد ما كنضيف الزيت كنخلي هادشي فوق النار مهيله حتى يطلق كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وكنضيف عليه 2 معالق كبار ديال الطحين حتى 3 المعالق. من بعد كنضيف نصف لتر ديال الحليب وكنخلط مزيان مزيان حتى الطحين ما يبقاش مكركب ليا. وكنضيف عليه فرماجه كيف ما كتشوفوا في الفيديو، زائد ملعقه ديال الفرماج طبيعي اللي شاركته معكم في المشتريات ديال بيم. كنحرك هادشي كامل فوق نار مهيله حتى كيتماسك وكيولي على هاد الشكل هذا. اذا فاش كنشوف هذا الشكل هذا كنعرف ان البيشاميل ديالي راه صدقات ليا. اذا من بعد غادي ندوز باش نرتب ونقاد هادشي كامل في المول ديالي. اذا اول حاجه كنبدا بها هي كندير واحد 2 معالق حتى 3 المعالق ديال البيشاميل في المول ديالي. كنضيف عليها المقارونيه نصف الكميه ديال المقارونيه كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد منها كنجيب الدجاج ديالي اللي ضفت عليه هو كذلك شويه ديال البيشاميل وخلطته، كنضيفه فوق المقارونيه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنحاول نرتب الكميه نديرها متساويه في جميع الاطراف ديال المول. من بعد ما كنقاد هذا الشيء كامل البنات في المول كنعاود نضيف من الفوق البطاطا المقليه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنحاول نوزعها على المول كامل بطريقه متساويه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنضيف بقيه الكميه ديال المقارونيه اللي شاطت ليا، كنضيفها من الاعلى من الفوق حتى كنوزعها بطريقه متساويه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. واخيرا
كنضيف البيشاميل ديالي اللي صايب، اللي بطبيعه الحال درت ليها مليحه ودرت لها شويه البزار فاش كانت كطيب. كنوزعها كذلك بالتساوي على المول، كنحاول نوزعها بالتساوي كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وفي الاخير البنات كنضيف الفرomاج ديال غاسترو ميكس اللي شاركت معكم في المشتريات ديالي كيف ما كتشوفوا في الفيديو، حتى هو كنوزعو بطريقه متساويه. وهكذا البنات كتكون الدجاج بالبيشاميل ديالنا وجد لينا، وبقى لينا غير ندخلوه للفران. وهذه هي النتيجه البنات من بعد ما كتخرج من الفران. الصراحه كتجي غزاله وزوينه وشهيه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه. خليوا لي واحد الكومونتير وواحد لايك وسبسكرايب، وكنبغيكم وكنحماق عليكم.